انا عايزه اعرف بقى ليه بتشتروا البيتزا من بره؟ ليه ما تعملوهاش في البيت، مع ان البيتزا البيتي اطعم وانضف وافخم وفيها كل حاجه احنا عايزينها؟ يعني البيتزا اللي بنجيبها من بره تقريبا كده بيكون فيها عينات. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل بيتزا زي بتاعه المطاعم بالظبط عشان نبطل نهائي نشتريها من بره. يلا على طول نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. ببساطة كده نبتدي بالعجينة. أي عجينة في العالم، دقيق ومية وخميرة بس، ولا أي حاجة تاني. بس طبعا علشان نحسن من جودة العجينة وناخد طعم أحلى وناخد قيمة غذائية أكتر، في عجينة بنحط لها بيض، في عجينة بنحط لها لبن، في عجينة بنحط لها سكر زيادة لو هنعملها حاجة حلوة، وهكذا. بس هو هنا كده أنا خلت 4 كوبايات دقيق ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. اهو انا بستخدم دريم. وبعد كده زيها بالظبط معلقه كبيره سكر عشان تدينا كده تسكيره حلوه في العجينه، ورشه ملح ولا اي حاجه تاني. عايزه تعجني زيت مع ميه مع لبن براحتك، عايزه تعجني بلبن بس براحتك، عايزه تحطي زبادي براحتك، في ناس كمان بيحطوا بيضه براحتك. دي كلها اضافات للعجينه. هنا انا هحط كوبايه ميه دافيه كامله، وبعد كده هحط نص كوبايه لبن برضو دافيه، والنص التاني بقى هكمله ميه بس هننزل بيه واحده واحده علشان انا عايزه العجينه بتاعتي طريه بتلزق حاجه بسيطه. فعلشان نظبط الميه، لان كل نوع دي زي ما احنا متفقين بيختلف عن النوع التاني، فهخلي نص الكوبايه كده على جنب. كده احنا حطينا كوبايه ونص، كوبايه ميه ونص لبن، والنص التاني سواء ميه او لبن براحتك هنزل واحده واحده اهو. بس نقطه نقطه كده والعجينه بتلم. لو لقيت لسه في دقيق هنزل كمان بالميه لغايه ما العجينه بتاعتي تلم. انا جيت اشوفها لقيتها لا لسه تخينه شويه، فاديتها معلقه ميه مفيش غيرها اهو، يعني حاجه بسيطه خالص. واسيبها بقى في العجان تتعجن لغايه ما تكون عجينه ناعمه. ولو هتعجني بايدك برضو، انا عملت لكم البيتزا قبل كده وعجنتها بايدي عادي خالص مفيش حاجه، هتاخد عجن شويه لغايه ما تكون عجينه ناعمه ما فيهاش اي تكتلات. عايزه تحطي دلوقتي معلقتين زيت هيدونا طراوه اكتر، مفيش مشكله خالص. زي ما انتوا شايفين خلاص كده العجينه بتاعتي اتعجنت وزي الفل. هلمها بس بايدي واسيبها بقى ايه لغايه ما تختمر وحجمها يتضاعف. حقيقي انا اليوم اللي بعمل فيه بيتزا بيكون بالنسبه لي يوم سهل، يوم ما فيهوش طبخ. انت هتعجني العجينه وهتسيبيها بقى، ممكن تعجنيها على العصر مثلا على حسب ميعاد الغدا بتاعك، وهتسيبيها بقى تختمر وهتعملي اي حاجه تاني. وبعد كده هتعمليها الحشوه. انا مثلا بحب دايما احشي فراخ، اي كميه فراخ عندك تنفع. بقطع بصلتين كبار عشان احنا بنحب البصل جدا مع البيتزا لما يكون متكرمل كده بالسمنه مع الفراخ. واي صدر فراخ عندك، حتى ورك فرخه، اي حاجه تنفع في الحشوه. مش عايزه تحطي فراخ خالص وعايزه تحطي لحمه مفرومه، عايزه تحطي قطع لحمه صغيره، كله ينفع ويمشي جدا جدا. حشوه يعني ممتازه. هنا انا ايه هعصج الفراخ، حطيت معلقه زيت كبيره وانزل الفراخ اديها صدمه لغايه ما لونها يتغير، وانزل بالبصل وملح وفلفل، وخلاص كده حشوه الفراخ جاهزه. عايزه تعملي لحمه بنفس الطريقه، عايزه تعملي مفروم بنفس الطريقه، عايزه تعملي سجق مثلا بنفس الطريقه، سوسيس بنفس الطريقه، اي حشوه بنفس الطريقه دي. نيجي بقى للخضار براحتك خالص، اللي موجود عندك في التلاجة لميه وقطعيه وحطيه على وش البيتزا. انا هنا فلفل اخضر وطماطم، لو في زيتون كمان يبقى زي الفل، شرايح برضو. اللي موجود في التلاجة ينفع جدا مع البيتزا. انا هنا قطعت فلفل اخضر وطماطم. وهاجي للصواني بتاعتي. طبعا الصواني الالومنيوم احسن حاجة في البيتزا، يعني بتخلي اللون من تحت جميل والتسوية حلوة جدا. ادهن زيت كويس جدا في الصواني بالشكل ده. ولو عايزة ترشي رشة بقسماط كمان عشان تضمن ان هي مش هتلزق، مع دهنة الزيت دي اضمن لك ان هي مش هتلزق. تمام. عندي هنا الخضار. انا هنا برضو بدهن صلصة عادي خالص من البرطمان. وعايزة اوريكم نوع الجبنة ده جبته من سوبر ماركت نجمة هليوبلس اللي في القاهرة عارفينه. ممتازة. ده كيلو على بعضه واستخدمت منه كذا مرة، ممتازة بصراحة. انا دايما بستخدم الحمد او الاطباء. الحمد هي صورتها اهي، او الاطباء. بس دي عجبتني قوي لان هي برضو حيوان الدهن وممتازة يعني.
اي جبنه موتزاريلا هتشتروها اشتروها حيواني، بلاش الحاجات النباتي المصنعه دي يا جماعه، لان هي فعلا مش صحيه ابدا. العجينه بتاعتي اهو اختمرت وحجمها تضاعف. هقطعها بقى ايه، كل صينيه الكوره بتاعتها او العجينه بتاعتها. يعني الصينيه الكبيره هقطع لها ايه، عجينه كبيره، الصينيه الصغيره عجينه صغيره، الصينيه الوسط عجينه وسط. بعد كده هحط شويه زيت كده واحط فيها العجينه تستريح. كل ما العجينه تستريح تتفرد معاكي بسهوله. يعني انا قطعتهم هسيبهم يستريحوا، بعد كده هفرد يعني نص فرده واسيب الموضوع يستريح. وبعد كده ايه احطهم في الصواني. بصوا انا بفرد فرده بسيطه بعيد عن الصينيه. ليه؟ لانك لو فردتي على طول في الصينيه احتمال ان العجينه او البيتزا تلزق منك، لكن تفردي على اي حاجه، اي صينيه عندك من بره بس، وتحطي بقى ايه بعد ما فردتي في الصينيه، وهكذا كل واحده، وتسيبيهم بقى في الصينيه يستريحوا كده 15 دقايق. هتلاقي الفرد سهل خالص، ولا دقيق ولا تفردي على الرخامه ولا تلحوسي الدنيا ولا اي حاجه. مفيش اسهل من كده اهو. انا بس يا دوب مسرعه الفيديو، يعني انا سرعت الفيديو عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم، لكن يعني كل حاجه تقريبا من غير مونتاج اهو. بفرد وبجيب الصينيه اللي بعدها وارجع دي واسيبها تستريح شويه بالشكل ده، علشان كل ما العجينه تستريح الفرد بيكون اسهل كتير. مش اسهل ولا اطعم ولا احلى من البيتزا البيتي. يعملوها بطريقتي يا جماعه، وهاتوا كده واحده من البيتزا بتاعت بره وقارنوا، هتلاقوا اللي بتاعت بره دي فيها عينات والله. البيتي دي انتي مكلفاها ونضيفه، والخضار منقياه على الفرازه، واهو صلصه من البرطمان عادي، ما عملتش لا بصلصه البيتزا ولا يحزنون، وهي نفس الطعم. انا بعملها بصلصه البيتزا وبعملها بصلصه من البرطمان، ما فيش فرق خالص. المهم ان احنا بناخد اللون وناخد التست بتاع الصلصه على العجينه، ولا اي حاجه تاني. بعد كده هتبتدي بقى توزعي الخضار، طماطم فلفل زيتون زي ما تحبي اهو بالشكل ده كل صينيه. وبعد كده هتجيب الحشوة بقى سواء فراخ او لحمة او مفروم مع البصل. عايزة تحطي بصل متقطع كده من غير ما تديه صدمة كده مع الفراخ او اللحمة براحتك خالص، بس هو كده بيكون مستخبي كده ومتكرمل، وبيكون طعم البصل حلو قوي. اقول لكم على سر دلوقتي بقى اللي هيثبت الخضار ده مع البيتزا ويخليه يثبت كده عليها وما يقعش ابدا. الناس اللي بتشتكي ان الحشوة بتاعت البيتزا بتقع من عليها، السر بقى بعد ما تفردي الخضار وقبل ما تحطي الجبنه تفردي كده بايدك، تضغطي على الخضار كده مع العجينه، تدخلي العجينه في البيتزا. كنا زمان بنخرم العجينه بالشوكه عشان ما تتنفخش. الحركه دي بالظبط كانك خرمتي العجينه بالشوكه. بتضغطي كده تدخلي الخضار كده مع العجينه قبل ما تحطي الجبنه. بعد ما حطيتي الجبنه خلاص ما ينفعش تضغطي الضغطه دي علشان الجبنه تسيح معاكي. ده سر يعني هيخلي الخضار يثبت ما يقعش منك، العجينه ما تتنفخش وحجمها يتضاعف. لو ما عملتيش الحركه دي لازم تخرمي العجينه بالشوكه. وبعد كده حطينا الجبنه الكميه اللي انت عايزاها، الجبنه موتزاريلا. طالما الجبنه الموتزاريلا حيواني الدهن يعني معموله من لبن مش من زيوت نباتيه، هتديكي نتيجه حلوه قوي ومطه حلوه قوي. واي كميه جبنه حطيها هتنفع جدا. زي ما انتم شايفين هحطها في نص البوتاجاز على الشبكه على اعلى درجه حراره. اول ما تاخد لون من تحت ومن فوق لون بسيط خالص كده ذهبي، هي كده خلاص استوت. ما بتاخدش وقت خالص، يعني 20 دقيقه بالكتير، نص ساعه بالكتير قوي. انت تابعيها في الفرن كده. اول ما خدت لون من تحت ولون ذهبي بسيط من فوق كده، البيتزا بتاعتنا جاهزه وزي الفل واطعم واحلى من بتاعه المطاعم. لا لشراء البيتزا بعد اليوم، جربوا البيتزا بتاعتي وطريقتي وكل التكات والاسرار اللي انا قلت لكم عليها، هتعملوا احلى بيتزا. وحقيقي هتاخدوا الكاس فيها يعني، وهتطلب منكم مخصوص ان شاء الله. استني بقى رايحة فين؟ ما تنسيش لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتعملوا شير للفيديو لكل حبايبكم، وانتظروني في وصفات كتير وتكات اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله.